انت قاعد دلوقتي بتسمعني وانا متأكد ان في جزء من دماغك مش معايا خالص. جزء بيفكر في الشغل وجزء تاني بيفكر في المشاكل وجزء تالت بيقولك اصل لازم اعمل كذا وكذا. ده مش عيب فيك، ده بسبب انك عايش في عصر التشتت، عصر خلاص ما بقاش فيه حاجة اسمها تركيز كامل في حاجة واحدة بس، وده اللي بيخلي ناس كتير تحس انها عايشة حياة مش مكتملة، حياة مقطعة زي فيديو على النت ضعيف. السلام عليكم، مساء الخير ويا رب دايما تكونوا بخير. انا حسن نجار وخلينا النهارده نتكلم عن التشتت، وخلينا نبدا مع نهى. نهى قالت لي انا حاسه اني مش عارفه اعمل اي حاجه، كل يوم اقوم اقول النهارده هخلص شغل مهم ويخلص اليوم وانا لسه ما خلصتش اي حاجه. اقعد اشتغل في البروجكت بتاعي الاقي موبايلي بيرن، اشوف رساله ارد عليها، ارجع للشغل الاقي نفسي نسيت كنت بعمل ايه اصلا. افتح اللابتوب تاني اقول هركز دلوقتي، افتكر ان في حاجه مهمه لازم اعملها، اشوف الفيسبوك 5 دقايق، اقلب في الانستجرام، ارجع للشغل الاقي الساعه عدت وانا مش فاكره كنت بعمل ايه اصلا. نهى ما كملتش كلامها بس سكتت شويه كده، وبعدين قالت لي انا حاسه ان دماغي مش ملكي، حاسه ان في الف حاجه بتجري جوه دماغي في نفس الوقت وانا مش قادره امسك اي حاجه فيهم. حتى لما بتفرج على فيلم مع اصحابي ببقى مش موجوده معاهم فعلا، بفكر في الشغل او في مشاكل البيت او في اي حاجه تانية. وده اللي خلاني اعرف ان نهى مش مجرد واحده مشتته، نهى بتعيش في حاله من التشتت المزمن اللي بيخلي الانسان يحس انه عايش بس هو مش عايش فعلا. التشتت مش مجرد انك مش قادر تركز، التشتت ده عباره عن ان دماغك بقى زي الكمبيوتر اللي مفتوح عليه مليون حاجه في نفس الوقت، كل حاجه منهم بتاخد جزء من تركيزك، وفي الاخر دماغك بتهنج. انت مش قادر تركز مش عشان انت كسلان او مش عايز، انت مش قادر تركز عشان دماغك شغال على حاجات كتيره قوي في نفس الوقت. الموضوع بدأ من ان الدنيا بقت مليانه مثيرات اكتر من اللي دماغ الانسان يقدر يتعامل معاها. زمان الانسان كان عنده مثيرات قليله، الشغل، الاكل، النوم، والناس اللي حواليه وبس. دلوقتي انت في كل ثانيه بيوصلك الاف المثيرات، رسائل واشعارات، اصوات كتيره قوي حواليك، افكار، قلق زياده وتوتر، خطط واحلام ومخاوف كتير قوي انت بتمر بيها. دماغك مش مصمم اصلا ان هو يتعامل مع الكم ده، وهنا بيحصل حاجه خطيره جدا، دماغك بيحاول يتعامل مع كل المثيرات دي في نفس الوقت، فبيدخل في حاله اسمها continuous partial attention، يعني انه بيدي انتباه جزئي مستمر لحاجات كتيره قوي بدل ما يدي انتباه كامل لحاجه واحده، وده اللي بيخلي الانسان يحس انه شغال كتير بس مش منجز اي حاجه خالص. اول حل اشتغلت عليه مع نوع عشان نقدر نتخلص من التشتت كان اسمه طريقه الصندوق الواحد. الفكره ان انت كل يوم تختار صندوق واحد بس من حياتك وتقضي فيه وقت مقدس لا يمس. نوع اختارت صندوق المذاكره، من الساعه 9 ل 2 صباحا، في الكام ساعه دول الموبايل مقفول، الانترنت مقطوع، ولا حاجه موجوده حواليها غير المذاكره اللي في ايديها. اول يوم كان صعب عليها جدا، حاسس انها هتموت من الملل وان في حاجات مهمه لازم تشوفها، بس انا قلت لها ده طبيعي، دماغك اتعود على التشتت، والتعود على التركيز محتاج وقت زي ما تتعودي على الرياضه بالظبط. بعد شهر نهى رجعت لي تقول لي انا عملت في الكام ساعه دول اكتر مما كنت بعمله في يوم كامل قبل كده. كنت بحس ان في قوه جوايا انا ما كنتش اعرفها، وده ببساطه عشان دماغها بدا يتعود على حاله التركيز العميق، حاله ان كل قوه التفكير بتاعها بتتركز في نقطه واحده بس. الحل التاني عشان نتخلص من التشتت كان طريقه الافكار الطايشه. لما تبقى قاعد تشتغل في حاجه وتلاقي فكره تانية جت في دماغك ما تتجاهلهاش، اكتبها في ورقه جنبك وقول لها انا شايفك بس دلوقتي مش وقتك. كده انت طمنت دماغك ان الفكره دي مش هتضيع، وفي نفس الوقت رجعت تركيزك للحاجه اللي انت بتشتغل عليها. نهى لما جربت الطريقه دي اكتشفت ان عندها افكار طايشه كتير قوي كل يوم، وان اغلبها مش مهمه اصلا. كان دماغها بيقول لها لازم تشوفي الرساله دي دلوقتي ولازم تعملي كذا دلوقتي، بس لما تكتبها وتسيبها وترجع لها بعدين كانت تلاقي انها مش محتاجه تعمل ده خالص، او انها ممكن تتاجل عادي بدون اي مشكله. مع ادم اشتغلنا على حاجه مختلفه شويه. ادم كان بيقول لي ان مشكلته انه عنده اهداف كتير قوي وعايز يعمل كل حاجه في نفس الوقت، عايز يتعلم برمجه وعايز يخس وعايز يقرا وعايز يتعلم لغه وعايز يشتغل على مشروع ويقضي وقت مع اهله. قلت له يا ادم انت عايز تبقى سوبرمان، بس سوبرمان مش موجود في الحقيقه. الانسان الناجح مش اللي بيعمل حاجات كتير، الانسان الناجح اللي بيعمل حاجات قليله بس باتقان. اشتغلنا على قانون الثلاثه، ادم كل شهر يختار 3 حاجات بس، وكل يوم بيختار 3 مهام بس، وكل ساعه تركيز يشتغل على مهمه واحده بس. في الاول ادم كان بيقول لي انا حاسس اني مش بعمل حاجه. قلت له انت حاسس كده عشان اتعودت على الشعور الكذاب ان انت منتج، شعور انك اشتغلت على حاجات كتيره قوي بس الحقيقه ان انت ما كنتش بتخلص حاجه فيهم. دلوقتي انت بتخلص حاجات فعلا. بعد شهر ادم كان خلص كورس البرمجه الاول وخس 3 كيلو وقرا كتابين هو ما كانش هيعرف يقراهم اصلا، حاجات كان نفسه يعملها من سنه بس ما كانش قادر عشان كان مشتت على حاجات كتيره قوي. مع سيف المشكله كانت مختلفه شويه. سيف كان بيقول لي ان افكاره بتجري في دماغه بسرعه رهيبه جدا، وانه مش قادر يمسك فكره واحده ويفكر فيها بهدوء. دماغه زي التلفزيون اللي بيغير قنوات لوحده كل شويه. اشتغلنا على طريقه ال5 دقائق المقدسه. سيف كل يوم يقعد 5 دقائق بس يقفل عينه ويركز على انفاسه، مش تامل ولا حاجه معقده، مجرد انه يحس بالهواء وهو داخل وهو خارج من جسمه. اول كام يوم سيف كان بيقول لي انا مش قادر اركز حتى 5 دقائق. قلت له ده طبيعي، دماغك زي العضله، لو ما استعملتهاش في الجيم من سنين مش هتقدر ترفع وزن تقيل من اول يوم. بعد اسبوعين سيف بدا يحس بالفرق، قال لي انا بقيت اقدر افكر في الحاجه الواحده لفتره اطول، وبقيت احس ان افكاري منظمه اكتر، وده عشان دماغه اتعود على حاله التركيز في حاجه واحده، حاله ان كل انتباهه يبقى موجه لنقطه واحده بس. مع داليا لقيت ان مشكلتها ان بيئه الشغل بتاعتها مليانه مشتتات،
الموبايل بيرن كل شويه، الناس بتكلمها، الاصوات اللي حواليها عاليه قوي. قلت لها مش هتقدري تركزي في وسط الزحمه دي، لازم تعملي لنفسك بابل او فقاعه حمايه من المشتتات دي. دانيا عملت حاجات بسيطه بس مؤثره جدا. حطت الموبايل على سايلنت وساعات مخصصه تشوفوا فيها بس. لبست سماعات حتى لو مش بتسمع بيها حاجه عشان الناس يحسوا انها مش فاضيه للكلام. عملت لنفسها ركن في الشغل يبقى مرتب ونظيف ما فيهوش حاجات كتير تشتت نظرها، والنتيجه كانت مذهله الحقيقه. داليا قالت لي انا حاسه ان رجعت الاقي نفسي تاني، حاسه ان في سكينه جوايا ما كانتش موجوده من سنين، وده عشان دماغها بقى يشتغل في بيئه صحيه، بيئه مش مليانه مثيرات اكتر من اللازم. تخيل انك صحيت بكره وحسيت ان دماغك صافي وهادي، تخيل انك قعدت تشتغل في حاجه مهمه وفضلت مركز فيها ساعه كامله بدون ما تشوف الموبايل ولا تفكر في اي حاجه تانية. طب تخيل الاحساس انك تخلص مهمه كبيره وتحس انك فعلا عملت حاجه مهمه النهارده، انك تقعد مع اصحابك وتبقى موجود معاهم فعلا مش مجرد جسمك موجود وعقلك في مكان تاني، انك تنام بالليل وتحس ان يومك كان مليان ومفيد مش مجرد 24 ساعه عدوا عليك بدون ما تحس بيهم اصلا. تخيل انك تصحى الصبح وتحس انك عندك طاقه وحماس لليوم الجديد، مش مجرد انك تكمل في نفس الدوامه اللي انت فيها، انك تبقى قادر تاخد قرارات مهمه في حياتك عشان دماغك بقى صافي وقادر يفكر بوضوح. ده مش حلم، ده ممكن يحصل فعلا، بس محتاج شويه صبر وشويه تدريب وشويه انضباط. زي ما انت مش ممكن تخس في يوم واحد، مش ممكن تعالج برضه التشتت في يوم واحد، بس ممكن تبدا تحس بالفرق من بعد اول اسبوع، وتحس فرق كبير قوي بعد شهر، وتحس ان حياتك اتغيرت تماما بعد 3 شهور. نهى دلوقتي بتذاكر 5 ساعات في اليوم وبتنجز اكتر ما كانت بتعمله في 10 ساعات قبل كده. ادم بدا يحقق اهدافه واحد ورا التاني بدل ما كان حاسس انه واقف في مكانه. سيف بقى قادر يفكر في المشاكل الكبيره في حياته ويلاقي حلول ليها بدل ما كان دماغه مليانه افكار مش مفيده اصلا. داليا بقت تحس ان شغلها ممتع وان انتاجتها عاليه بدل ما كانت حاسه ان هي بتضيع وقت وخلاص. بس انا لازم اقول لك ان الطريق مش هيبقى سهل. اول اسبوع هيبقى صعب جدا عليك، هتحس ان في حاجات مهمه لازم تشوفها وان انت بتفوت حاجات كتير قوي، هتحس ان انت مش منتج وان انت مش بتعمل حاجه. ده طبيعي جدا، دماغك اتعود على التشتت وتعود على الشعور الكذاب ان انت منتج وانت شغال على حاجات كتير قوي في نفس الوقت. هتلاقي نفسك كل شويه بتشيل الموبايل من غير ما تحس، هتلاقي نفسك كل شويه بتفتح تابات كتيره قوي في البراوزر من غير ما تحس، هتلاقي نفسك بتفكر في حاجات كتيره في نفس الوقت وانت بتحاول تركز في حاجه واحده بس. ده مش معناه انك فاشل، ده معناه انك بتحارب عاده قديمه وبتخلق عاده جديده. الناس اللي حواليك ممكن ما يفهموش اللي انت بتعمله ده، ممكن يقولوا انك بقيت غريب او انك بتبالغ او انك مش لازم تخلي الموضوع معقد قوي كده. ما تسمعش كلام الناس دي، الناس اللي بتقول كده هي نفسها بتعاني من تشتت بس مش عايزه تواجه الحقيقه. هتمر بلحظات احباط، لحظات هتحس فيها انك مش قادر تكمل، هتحس ان الطريق الجديد ابطأ وانك مش بتخلص حاجات كتير. ده طبيعي جدا في الاول عشان انت بتتعلم طريقه جديده في الشغل والتفكير، زي لو كنت اتعودت انك تكتب بايدك الشمال ودلوقتي بتحاول تتعود تكتب بايدك اليمين. في الاول هتبقى ابطأ بس بعد شويه هتبقى اسرع وادق. انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، انت مش مريض وما فيكش حاجه وحشه ومش انت اللي غلطان يا سيدي، انت مجرد انسان طبيعي بيعيش في عالم غير طبيعي، عالم مليان مشتتات اكتر من المفروض الانسان يتعامل معاها اصلا. كل الناس دلوقتي بتعاني من نفس المشكله، كلنا حاسين ان دماغنا مش ملكنا وان احنا مش قادرين نركز وان احنا عايشين حياه مقطعه. انت مش لوحدك في الرحله دي، في ملايين الناس في العالم كله بتحاول تلاقي طريقه ترجع بيها تركيزها وسكينتها. انت قوي وانت قادر وانت تستاهل حياه احسن من كده بكتير قوي. تستاهل حياه انت فيها حاضر مش غايب، تستاهل انك تحس بطعم اللحظه اللي انت عايش فيها مش مجرد انك بتعدي من لحظه للتانيه بدون ما تحس بيهم. تستاهل انك تنجز حاجات مهمه وتحس انك فعلا عملت حاجه مفيده في يومك. انا مش بقولك ان الحل سهل، بس بقولك ان الحل موجود وانت قادر عليه. كل خطوه صغيره هتخطيها، كل دقيقه هتقدر تركز فيها في حاجه واحده، كل مره هتختار انك مش هتشوف الموبايل دلوقتي، وكل مره هتقول الافكار الطايشه مش دلوقتي، وكل مره هتركز في اللحظه اللي انت فيها بدل ما تهرب منها، وكل مره هتعمل كده انت بتبني عضله التركيز بتاعتك. وما تنساش الهدف مش انك تبقى انسان مثالي، الهدف انك تبقى انسان حاضر، حاضر مع نفسك وحاضر مع الناس اللي بتحبهم، حاضر مع شغلك وحاضر مع احلامك ومع الحياه اللي انت بتعيشها. انا عايزك تبدا بحاجه صغيره جدا، مش عايزك تغير حياتك كلها من بكره، مش عايزك تطبق كل اللي قلناه ده في نفس الوقت، انا عايزك تختار حاجه واحده بس وتركز عليها الاسبوع الجاي، يا اما طريقه الصندوق الواحد او ال5 دقايق المقدسه او الافكار الطايشه او القوانين الثلاثه. اختار المشكله اللي حسيت انها بتتكلم عنك انت شخصيا وابدا فيها تدريج. اول يوم جرب ربع ساعه، تاني يوم جرب نص ساعه، تالت يوم جرب ساعه كامله. خلي الموضوع يجي بالتدريج عشان دماغك يتعود وما تحسسوش انك بتعود. اكتب لنا بقى في الكومنتس، احكي لنا تجربتك، مش عشان انا، عشان الناس اللي هتيجي وتقرا التعليقات دي وتلاقي ان في ناس كتيره بتمر بنفس اللي هي بتمر بيه وان في ناس تانية بتحاول تتغير. ابدا من النهارده، ابدا من دلوقتي، اقفل الفيديو ده وابدا في اول خطوه، مش بكره، مش الاسبوع الجاي، مش لما الظروف تتحسن، عشان كل لحظه بتعديها من غير ما تبدا هي لحظه بتضيع من حياتك من غير ما ترجع.